المونديال، أحد المنتخبات المرشح والمرجح بأن يعمل بصمة صحيحة، أن هنالك مجموعة قوية يواجهها المنتخب الكندي، ولكن منتخب كندا من المصنفين، من المرشحين، من المتابعين، من المحللين يرجحون بأن يكون هو الحصان الأسود الأهم في البطولة. انطلاقة أولى في أول لحظات المباراة لمصلحة لاريا وجوناثان أوسوريو. مارك أنتوني كين في خط المنتصف يمين، الكرة الآن في إمكانية العرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء على اليسار، رحيم العرضية أرضية خطيرة، هذا انطلاقة سريعة خطيرة داخل منطقة الجزاء. الهدف الأول، هدف أول يأتي الآن لمصلحة المنتخب الكندي. ضغط كندا وتقدم الآن وسجل المنتخب الكندي الهدف الأول. انطلاقة سريعة من إسماعيل كوني، وبعد ذلك إسماعيل استطاع اختراق الدفاع وتسجيل الهدف الأول لكون انتظرها. نأملها الآن عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة مرور التمريرة داخل منطقة الجزاء في إمكانية، ولكن فيها راية نعم، راية مرفوعة وتسلل على لوكاس كافاليني المهاجم. أن يتحدى المنتخبات الكبيرة، قادر على أن يتحدى الصعوبات. يعود منتخبنا الآن بشخصية الكبيرة، كنترول ولا أروع من عبد الله يوسف والتمرير، وبعد ذلك الإنهاء بتصويبة قوية. شوف الكرة الماضية، هذه إعادة هدف كندا الملغى بغاية التسلل. جاسم الشيخ يلعب الكرة مقوسة عالية عرضية، استلام ممتاز من رحيم إدواردز، يحاول مرور ولكن محمد عادل قوي جدا يوقف اللعبة الماضية. ومرة الكرة ترجع من جديد الآن، الكرة تبعد بشكل ممتاز جدا في الإبعاد، حاول فيها مهدي حمدان ولكن الكرة تقطع وتعود خطيرة الآن. الكرة الماضية أو إعادة اللقطات مهمة جدا للاعبين. هنا كرة أمامية خطيرة كانت مصلحة منتخبنا، وبعد ذلك يتم احتساب خطأ لربما هل تكون خطيرة الآن، خطيرة مقوسة في إمكانية المنتخب الكندي، لأن التمريرة على طرف منطقة الجزاء لعبد الله يوسف، يوقف عبد الله يوسف كورة، يا سلام يا عبد الله يا سلام. الكرة الماضية هنا تصويبة عبد الله يوسف القوية جدا، يعني مصلحة المنتخب الكندي الآن داخل منطقة الجزاء تصويبة، ولكن بعد ذلك العودة المتميز عند الكرة. جونس يلعب الكرة مقوسة عالية على الطرف الثاني الرأسي، مرهون حول كرة خطيرة على اليمين، خطيرة عرضية في إمكانية من داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد ذلك منتخبنا كرة خطيرة، لكن بعد ذلك التصويبة بصورة هجومية مميزة جدا، صورة هجومية جميلة جدا، أفضل صورة بأجمل كرة بكرة خطيرة. هنا الكرة الماضية تلعب، ولكن بعد ذلك الكرة المنتخب الكندي، هنا الكرة خطيرة على اليمين، محاولة تمريرة ولكن بعد ذلك الكرة تمر وتعدي وتصل إلى خارج أرضية الملعب. الآن موجود من رحيم إدواردز، العرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، كانت خطيرة جدا الكرة الماضية. محاولة اللاعب في المركز تكون الإصابة موجعة، نعم إصابة الآن أي ضرر أي خطر. سريعة بحرينية، العرضية عالية خطيرة داخل مصلحة منتخب كندا داخل منطقة الجزاء، ولكن مرون حاول فيها، ولكن بعد ذلك التفوق نسبي لمنتخب كندا في تحويل كرات من اليمين إلى اليسار في هذه اللعبة، ولكن بعد ذلك القوة موجودة قبل أن يتدخل بالتدخل الخطيرة قد تكون التمريرة والتصويب القوية في اللقطة الماضية، تصويبة يسارية قوية لمصلحة منتخبنا، مرهون على التنفيذ. الماضية وتصويبة رائعة جدا كانت. جاسم الشيخ يلعب الكرة مقوسة خطيرة في إمكانية، ولكن بعد ذلك حارس المرمى 1 على 2 عبد الله، يا سلام على التمريرة، مطالبة ركلة جزاء موجودة نعم لمصلحة منتخبنا في هذه اللحظات. أي تمريرة وأي انطلاقة في اللعبة الماضية كانت من عبد الله يوسف يتقدم، عبد الله جول 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 عبد الله يوسف يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا، هدف مستحق لهذا النجم الكبير، عرضية أرضية خطيرة، هدف التعادل، ولكن نعم هدف تعادل موجود، هدف تعادل موجود يأتي الآن لمصلحة منتخب كندا، يسجله المهاجم